وكنا نروح الديستنيشن الثانية. نروح الخرج السعودية عند عيال خالتنا وعيال خواننا الثانيين اللي هناك. وفي هجرة اسمها الحريدي، وهذه عاد مغامرات ثانية لك. يعني عيب تلبس نعال، عيب تلبس نعال، تركض على الشارع حافي وعلى الحصى وفي الشوارع وياها العيال. وعيب تلبس عقال، غترة بدون عقال لأنك صغير لحين ما يطلع لك تلبس عقال. ولا عقلنا في الليل في العشيات ولا في الغديات، جلسنا في المجلس. طبعا احنا رايحين ذاك الوقت على أساس احنا عيال ولي عهد، لا ما يمشي هالكلام. احنا على طرف المجلس ويا العيال الصغار ويا عيال خالتي ويا عيال الجماعة اللي هناك، نقعد عند غسول الفناجيل، نغسل الفناجيل، نضيف الضيفان ونقهويهم ونشتغل ورايحين وجايين. هذا كان يعني متعمدين إن يسوونه لأنك بالضبط ولد ولي العهد في ذاك الوقت. يعني هذا كان شيء متعمد، ما كان متعمد من باب هذا نوع من أنواع التربية. نعم. وحضر العشاء، شيل الصحن، حط الصحن، قم هناك، قاعد كلها تزقر زي كلها عصبية. لكن عندنا بعض طقوس، كنا احنا حماة هالحارة هذه. الحين لو أتكلم في ناس من هالخارج يسمعون بيعرفون ايش اللي أقصده. يعني احنا كنا خاصة في هالحارة هذه يعني حماه لها. كنا عندهم عادات وتقاليد. الصغار على قولتهم يلغفون السيارات، يعني ياخذون حصى ويحذفون على السيارة الغريبة اللي تدخل برا من برا اللي بس مرور كرام، هذا يطلع بدون جامات. احنا شاركنا في هالحملة هذه الدفاع عن الحريدي، عن الحارة عن هالحارة ذي.